السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده ده الفيديو رقم 3 من سلسله البي اس 4. ابتدينا بالجيل بريك وبعد كده الابلكيشنز، ودلوقتي هقول لك ايه ازاي تحمل الالعاب زائد تحمل الابديتس بتاعتها وتحمل الدي ال سيز بتاعتها. هقول لك الانواع وهقول لك ازاي تعرف بين انواع الباكجز وايه اللي بيشتغل وايه اللي ما بيشتغلش. خليك معايا وتابع وركز كويس. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تديني لايك وشير وسبسكرايب على القناه، وتعالى اقول لك تعملها ازاي. طيب اول حاجه، الالعاب انت عندك بتنزلها كذا نوع. ممكن تنزلها باكج زي كده، بي كي جي باكج زي كده، او لو انت مثلا دخلت هنا حاجه زي كده لعبه زي ريزنت ايفل 4 ريميك مثلا، بارتات كتير بالشكل ده، والابديت مثلا ملف زي كده ابديت ودي ال سيز. لو ملفات زي كده هتبقى محتاج برنامج يفك لك الضغط. بفضل ال7 زب في فك الابديتس عشان خاطر بيبقى سريع وخفيف قوي على الويندوز. يعني طبعا ال7 زب هسيب لك ليه اللينك بتاعه في الديسكربشن، فتبقى تعمله داونلود من هناك. سهل جدا الانستول بتاعه، مفيش اي مشكله خالص. انا ما ينفعش اقول لك ازاي تنزل العاب او تنزلها منين عشان اليوتيوب هيزعل مني يعني، فمش هينفع اقول لك. ولكن انت لما تيجي بتنزلها وتبقى هتنزلها بقى بطريقتك تتصرف. يعني في الحالات الملفات الصغيره دي، فانت بتيجي على الملف الاولاني خالص وبتكليك يمين عليه، يا اما لو عندك الوينرار بتدوس على الاكستراكت هير، او لو عندك ال7 زب نفس الكلام بتدوس على الاكستراكت هير. بعد ما اخلص هتلاقي هنا ايه، نزل اللعبه بالشكل ده اهو. طبعا احنا مش محتاجين بقى كل الملفات دي فممكن نمسحها، مفيش اي مشكله. فكده يبقى عندنا ايه، عندنا اللعبه هنا، الجيم والابديت والدي ال سيز بالشكل ده. طيب هنعرف منين ان اللعبه دي ممكن تشتغل عندنا ولا لا؟ في نوعين من الباكجات، حاجه اسمها فيك باكج فايلز وحاجه اسمها ريتيل باكج فايل. الريتيل باكج فايلز دي اللي هي الباكجات اللي بتنزل من الستور بتاع سوني او اللي هي الاوفيشال. يعني الفيك باكج فايلز دي اللي هي المعدله، اللي ما فيهاش اللايسنس اللي هي المفروض بتبقى موجوده في اللعبه عشان خاطر ايه بتشتغل، يعني لو انت عندك الريتيل فيرجن. طيب نعرفها ازاي؟ فاحنا بنستخدم برنامج اسمه البي اس 4 باكج فيو. هسيب لك اللينك تحت، هو هيبقى بالشكل ده. كل اللي عليك تعمله كليك يمين على واحده فيهم، فهتخش هنا على بروبرتيز من اي ملف من ملفات الباكج فايلز دي، وتدوس على تشينج الاوبن ويز وتقول له تشوز ان اب اون يور بي سي. تدوس هنا عليها يفتح لك ايه البي سي بتاعك. شوف انت حاطط البرنامج فين بعد ما عملت له داونلود. انا حاطه هنا مثلا عندي في البرامج، فبتفتح كده وتقول له ايه اوبن ويز، كليكتين البرنامج ده، تقول له ايه سيت ديفولت، خلاص وابلاي واوكي. كده كل الملفات بعد كده اللي هي باكج فايلز لما تدوس عليها كليكتين هتفتح لك بالشكل ده. طيب هتعرفها ازاي بقى ان هي فيك او اوريجينال، ان هي هتحمل عندك على جيل بروكن بي اس 4 بتاعك ولا لا؟ لو بصينا هنا تحت على الشمال هيقول لك ايه جيم فيك، معناها ان هي فيك باكج فايلز فهتشتغل معاك على الجيل بروكن بي اس 4 بتاعك. لو هي ريتيل هتلاقي بدل فيك دي بين قوسين هتلاقي ريتيل. ريتيل دي معناها ان هي دي الاوريجينال باكج، دي اللي فيها ايه السيرتيفيكيت، فهي مش هينفع تتقرا عندك في الجهاز بتاعك. لو بصينا كده برده ايه على الابديت هو كمان هتلاقي ايه نفس الكلام. تاني حاجه تاخد بالك منها تايتل اي دي، لازم يكون تايتل اي دي كل واحد. يعني انت مثلا عندك هنا في اللعبه هنا تنزل، لو عملنا سكرول تحت كده خالص هنلاقي تايتل اي دي، فلازم دي نفس الابديت نفس الدي ال سيز، لازم تتاكد من الحته دي. لو دخلنا هنا على الجيم برضو نفس الكلام نفس الرقم، لو دخلنا على دي ال سيز هتلاقي نفس الرقم برضو ايه نفس الكلام. وهنا حتى بيقول لك دي عباره عن ايه، دي عباره عن ادون اور سيم دي ال سي. يعني هنا الجيم، دي الجيم، الابديت يعتبر باتش يعني هنا عندهم. لو معاك كل الكلام ده يبقى انت كده ايه تمام جاهز علشان تنقل الباكجات دي على البي اس 4. في طريقتين، اول طريقه تحط الملفات دي على الفلاشه وتحطها في البي اس 4 وتقراها وتنستول من عن طريق الفلاشه. تاني حاجه عن طريق النتورك، ولكن انا ما بفضلش طريقه الاف تي بي في دي بالذات عشان خاطر انت لازم يبقى عندك دبل المساحه، محتاج مساحه للباكجز نفسها ولازم يكون معاك مساحه زيها برضو علشان هتتفك على البي اس 4 عندك، فهي لازم يبقى عندك دبل المساحه. فانا عشان كده ما بفضلهاش، فانا بفضل اليو اس بي. اول ما اليو اس بي تخش عندنا في الكمبيوتر كليك يمين فورمات، نتاكد ان هي اكس فات وستارت وفورمات. بعد ما خلصنا كل اللي عليك تعمله انك تيجي هنا عند ملفات اللعبه كده كلها كوبي تقوم ناقلها على الفلاشه. اثناء هو شغال دلوقتي هقول لك ازاي برضو تعملها بالاف تي بي. تنزل اف تي بي كلاينت حاجه زي فايل زيلا. كل اللي عليك تعمله هنا انك بتكتب الاي بي بتاع البي اس 4 بتاعك والبورت 2121 وتدوس على كونكت، هيكونكت دي الملفات بتاعت البي اس 4 هنا في المكان ده اللي هي دي هي بالظبط. بتخش على ملف الداتا وهنا هتعمل فولدر اسمه لو مش موجود، يعني لو موجود خلاص، لو مش موجود هتكريت فولدر، كليك يمين كريت دايركتوري، هتسميه باكج بي كي جي. تفتح هنا كده تكبر الحاجات اللي انت عايز تحملها عندك كوبي بيست من الكمبيوتر هنا بالظبط. هديك مثال، نيجي هنا مثلا عاوزين مثلا الحاجات صغيره دي ال سيز مثلا عشان خاطر ايه نجرب. نيجي مثلا هنا ايه 2 دي ال سي او 3، ناخد دول كده نحطهم هنا كده كده ايه تغيروا عن طريق الاف تي بي عن طريق النتورك.
كده ايه الكوبي خلاص خلص. بعد ما يخلص نعمل ايجكت للفلاشه ونيجي عند البي اس 4 واقول لك ايه تستعمل ازاي. طيب يا شباب احنا دلوقتي على البي اس 4. بعد ما وصلنا فلاشه في البي اس 4 نخش هنا على الجولد هين فوق، نخش ديباج سيتنج. طبعا هنا عندنا الباكج سورس، لو من على الفلاشه تختار دي، او لو من على الهارد تختار دي. هنيجي نشوف مثلا الاف تي بي كده، نخش هنا على الداتا وايه والباكج ونقول له ايه باكج انستولر، هيظهر لنا ايه الاثنين احنا ايه حطيناهم دي ال سيز. طبعا تنبيه، لو انت عملت الحوار اللي على الهارد دون ما تنساش بعد ما التحميل يخلص تخش تاني على اف تي بي وتقوم ماسح السورس ده، علشان ده بياخد مساحه زي ما قلت لك في الاول. غير كده انت تمام. ارجع ورا الفلاشه، خش هنا على الفلاشه، خش هنا باكج انستولر، هنلاقي عندنا كل حاجه ايه الدي ال سي اللعبه مع الابديت. خلاص كل اللي تعمله انت بتخش على انستول اول، كليك تمام انستول اول باكج اوكي. كده يا شباب خلصوا كل الابديتس. نرجع كده باك تاني، المفروض هنلاقي اللعبه متحمله وجاهزه ان هي تشتغل زي ما احنا شايفين. تمام انا عايز بس ايه اخش عشان ايه اوريك الدي ال سيز نازله ولا لا. تمام ادي كده المين منيو، ندوس على ستارت. دي يا شباب ايه الدي ال سيز بتتحط اهي. تمام كده معناها ان ايه الدي ال سيز اتحملت زي الفل. حاجه كمان ممكن تتاكد برضو من الدي ال سيز، انفورميشن، تنزل كده هتلاقي عندك ايه انستولد ادونز، تخش على الفيو هتلاقي دي ايه الحاجات اللي متحمله الدي ال سيز اللي متحمله اوريدي. تمام. حاجه زياده، لو انت جوه اللعبه وعايز تاكسس الشفرات تدوس على زرار الشير، بتدوس عليه دوسه مطوله، تدوس كده هيفتح معاك الشفرات زي ما انت شايف هنا. الشفرات انت عندك ايه براحتك بقى، بتاكتف اللي انت عايزه. على سبيل المثال مثلا نعمل نو ريلود مثلا، هتلاقي ايه نوتيفيكيشن نو ريلود اون. دي كده زي تشغل الشفرات. لو استفدت بالفيديو ما تنساش تديني لايك وسبسكرايب على القناه وشير الفيديو مع اصحابك، واستناني في الفيديوهات الجايه هنشرح حاجات تانية كتيره على البي اس 4، فتابع وخليك معايا. مع السلامه.